السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد. والنهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا واقتصادية قوي وكل ولادك هيحبوها. صوابع الدجاج المقرمشة دي وحشينها جبنة. الحشوة متاح ليكي ان انت تغيري فيها براحتك، ممكن تحشي بطاطس مهروسة، ممكن تحشي خضروات، ممكن تحشي انواع جبن تانية غير اللي انا حشيتها. براحتك خالص، يعني تقدري تغيري فيها. بس الخلطة اللي من بره دي هي الأساسية. عشان نعملها بقى مع بعض هنحتاج رغيف ونص كده من العيش الفينو زي ما انتم شايفين. بشيل القشرة البني كده من عليه علشان ما تغمقش لون الفراخ. ومعايا صدر فرخة اللي هو ربع، يعني ربع فرخة، جمدته شويه في الفريزر عشان اعرف ابشره بالمبشره. لو انتي ما عندكيش كبه تقدري تعمليها خالص، مفيش اي مشكله. بشرته بالمبشره زي ما انتم شايفين كده وهو مجمد. وطحنت العيش الفينو في المطحنه، واحط بقى عليه مجموعه من البهارات، وهي دي خلطه العجينه بتاعتي. حطيت بابريكا وحطيت فلفل اسود وجنزبيل وبصل بودره وكمون وكزبره وملح. كل المقادير والبهارات دي كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف، سهم صغير جنب الفيديو هتفتحوه هتلاقوا كل المكونات. وهعجنها كويس جدا زي ما انتم شايفين لغايه ما تبقى عجينه كده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. هجيب بقى كيس سندوتشات وهفتحه واديله نقطه بس من الزيت، وكيس تاني على الوش، وهفردها بقى ما بين الكيسين. تقدري تفرديها كلها مره واحده وتقطعيها مربعات وتلفي رول على طول، او تاخدي قطعه بقطعه زي ما انا عملت كده، يعني براحتك مفيش مشكله. الطريقتين الاسهل لك اعمليه، والحجم برضو متاح زي ما انت عايز تعمليها كلها واحده كبيره وبعدين تقطعيها وهي بتتاكل، عايز تعمليها صوابع مفيش مشكله. انا عملتها كده زي ما انتم شايفين، وحشيتها جبنه موتزاريلا، وهقفلها بقى من على الجناب كده زي ما انتم شايفين ومن قدام، وهلف بالكيس عشان الكيس يساعدني في اللف. طبعا انا بفردها طبقه رقيقه جدا عشان تستوي كويس، وهي بتتحمر ما يكونش طبقه الفراخ سميكه فيبقى في حاجه فيها نيه او مش مستويه. طبعا بايدك التانية ساعدي كده، انا عشان بصور بس مش عارفه اوريكم. وزنقيها بحاجه كده بين الكيس عشان خاطر تعمل شكل الرول كده او الصباع زي ما انتم شايفين كده كانها صباع كفته كده. الصوابع بتاعتي جاهزه حلوه قوي وبطريقه سهله ومش هتاخد منك اي وقت خالص. زي ما انتم شايفين تاني واحده كمان اهي عملتها معاكم، فردتها هما بين الكيسين. وهنحط الحشو برضو زي ما احنا قلنا، حطي شيدر، موتزاريلا، رومي، حطي بطاطس مهروسه، حطي الخضروات مقطعه، الحشو اللي انت عاوزاه زي ما انت تحبي. وهنلفها برضو بنفس الطريقه. اهم حاجه نقفل الجناب واحنا بنلفها رول كده زي ما انتم شايفين علشان خاطر ما يخرجش منها الحشو وهي بتتحمر. طريقتها سهله وحلوه جدا وهتعجبكم جدا. ما تنسوش لو انتوا بتشوفوا القناه لاول مره تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات الجديده توصل لكم. انا بلف واحده كمان قدامكم هو علشان خاطر تشوفوا الطريقه اهو. الطريقه بتاعتها في منتهى السهوله، طبعا طبقات رفيعه خالص متخافوش هتستوي وهتبقى حلوه جدا في الزيت، مش هيبقى فيها حاجه نيه يعني. انا خلصت الكميه كلها، عملت لي حوالي 8 صوابع حجمهم حلو جدا. دخلتها الفريزر شويه على ما تعملي بقى جنبها مكرونه ورز بالكاريه وبراحتك يعني، او تعمليها سندوتشات برضو. جبت بيضه وشويه فلفل اسمر وكوبايه من البقسماط عليها معلقتين من النشا، وهقلبهم كويس جدا علشان خاطر احط فيها الصوابع. وطبق فيه شويه من الدقيق، طلعتها من الفريزر احطها في الدقيق، واطلعها من الدقيق احطها في البيض وبعدين البقسماط. بخلص الكميه كلها وبعد كده بحمرها في زيت غزير. لو عندك اير فراير تقدري تحمري فيها براحتك، او عايزه تحطيها في الفرن
برشة بسيطة من الزيت برضو دخليها الفرن، مفيش مشكلة. اعمليها سويها بالطريقة اللي تعجبك، تنفع بالثلاث طرق. ولو هتسويها في الفرن، في كده زي صينية سيليكون كده بتكون مخرمة، بنحط عليها الحاجة بتدخليها الفرن بتستوي، بيبقى فيه فراغات كده عشان تخليها لك مقرمشة. حلوة قوي لو تعرفوا تجيبوها، زي عاملة زي مفرش السيليكون كده. نحط بقى الزيت يكون متوسط الحرارة، وبعدين ننزل بيها بالصوابع كده زي ما انتم شايفين، تاخد لون من تحت، وبعدين نقلبها على الناحية التانية. النشا طبعا مبيخليهاش تتحرق، وبتاخد لون ذهبي جميل معاكي، وبتطلع بالشكل الجميل ده زي ما انتم شايفين. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وجربوها، وان شاء الله تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. السلام عليكم.